اسرار النجاح ديال البغرير كلها كاينه في هذا الفيديو، والعبارات غنعطيها لكم كاس ديال العنبه وبالغرام. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير. 3 الكيسان ديال العنبه من السميد الرقيق ما يعادل 350 غرام، ثم نصف كأس من فينو سميد ناعم أي ما يعادل 60 غرام، ونصف كأس من الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات ما يعادل 50 غرام، ملعقة كبيرة خميرة فورية وملح. ثم غادي نخلط النواشف كلها مع بعضياتها، ثم غادي نضيف 5 الكيسان ديال العنبه من الماء عادي من الروبيني دفعه واحده، وربع غادي نخليه الا احتاجيتو غنزيدو، الا ما احتاجيتوش ما غنزيدوش. انا هنا احتاجيتو، يعني في المجموع درت 5 الكيسان وربع ديال الماء. كنحرك بالفوي جيدا باش ما يديرش ليا دوك الخيوط، ثم كندوزو في الخلاط الكهربائي مده ديال دقيقه حتى 3 دقائق، وانا كنطحنو صافي وكنوضعو في اناء. ثم كنضيف 2 ساشيات من خميره الحلويات. صافي كنخلط وكنخلي كيرتاح مده ديال 5 دقائق، وكندوز مباشره كنطيبو. القوام كيكون على هذا الشكل، ما ثقيل ما خفيف. ومن بين اسرار النجاح ديال البغرير انني كنستعمل 2 مقلات. ديما هذيك اللي طيبت فيها البغريره الاولى كنخليها حتى كتدفى شويه، وعاد كنضيف من فوقها البغرير، يعني كنوب بيناتهم. السر الثاني هو السكر السنيده، ما كنستعملوش نهائيا باش كيجي يكون البغرير هكا رطب. والسر الثالث ان النار تكون مرتفعه. بصحه والراحه.